العشرات القديمة. العشرات القديمة 10 البنك المركزي، و10 البنك المركزي، و10 البنك الأهلي. هنتكلم عن كل واحدة فيهم وأسعارها وأماكن البيع والشراء. بس قبل ما نبدأ في كلامنا اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة المصرية. أول ورقة معانا اللي هي العشرة الحمراء الكبيرة، ودي طبعا كانت أكبر ورقة في الحجم في العملات القديمة. دي لو بصيت فيها هتلاقيها أكبر ورقة حجما في العملات القديمة كلها. وآدي الظهر بتاعها اهي، ادي الظهر بتاعها. فانت لو بصيت لديت هتلاقيها اكبر حجم في العشرات دي. نيجي بقى نتكلم عن الحالة بتاعتها. الحالة اهي زي ما انت شايف، حالة اقل من المتوسطة، حالة اقل من الوسط، يعني اقل من الوسط بحاجة بسيطة، اقل من الوسط بحاجة بسيطة. بالنسبة للسعر، طبعا السعر بيختلف على حسب الحالة بتاع الورقة، كل ورقة ولها حالتها وكل حالة ولها سعرها. نتكلم عن سعر دي بالحالة اللي هي الوسط اللي هي فيها، فدي بتعمل 70 جنيه. والأسعار هنا اللي أنا بقولك عليها هنا دي أسعار حقيقية، لا بتزيد عن اللي أنا بقول عليه ولا بتقل عن اللي أنا بقول عليه. أنا بقولك بسعر السوق دلوقتي، أنا بقولك بكلمك بسعر السوق في الوقت الحالي، سعر النهاردة يعني في العملات القديمة. دي تعمل 70 جنيه بالحالة اللي هي فيها دي، 70 جنيه. الحالة الزيرو منها اللي هي الأنصر بتعمل 150 جنيه، 150 جنيه للحالة الزيرو اللي هي الورقة اللي ما اتلمستش، بتعمل 150 جنيه. في ناس هتقول لك هو في ورقة زيرو دلوقتي منها؟ اه يا باشا موجود منها الزيرو دلوقتي وموجود في كل مكان. لو رحت سوق العملات القديمة هتلاقي الايه، الورق الزيرو ده موجود هناك، بيتباع بالبكاوي هناك لو عاوز. ف فالحالة الزيرو بتعمل 150 جنيه من الورقة دي. الحالة الزيرو بتعمل 150 جنيه. لو حالة وسط بتعمل 75 جنيه، 80 جنيه، الحاجات دي. المتقطعة بقى والمشخبطة واللي عليها كتابة واللي عليها واللي مهرية واللي متنية والكلام ده كله ما بتعملش سعر. ليه ما بتعملش سعر؟ لأن خلاص هي متقطعة، هتعمل سعر ازاي؟ الورقة دي مش نادرة فموجود منها كتير، الورق ده موجود منه كتير مش نادر. عشان ايه؟ لما يبقى فيها قطع او الكلام ده كله تتباع؟ لا، هي ما تتباعش لان موجود منها كتير، الورقة دي موجود منها كتير، فلما بيبقى فيها قطع مش هتتباع او مش شخبط عليها او مكتوب عليها او الكلام ده كله ما بتعملش سعر. وانعملت بتعمل حاجة بسيطة، يعني اسعار رديئة جدا. يبقى دي كانت اللي هي العشرة الحمراء، ودي اصدار السبعينات، واتكلمنا عن سعرها وقلنا ايه. نيجي على الورقة دي برضو، نيجي على الورقة دي برضو، دي البنك المركزي، ودي الشهيرة بالعشرة البصلي اهي. شوف شكلها، البنك المركزي، ودي كانت اصدار سنة 60. وادي الظهر بتاعها برضو اهي، الظهر بتاعها برضو. دي طبعا مهرية برضو اهي ومتنية وعليها ايه، يعني حالتها ايه، مش تمام يعني، الحالة بتاعتها مش أصلية يعني.
يعني الحالة تعبانة، مش أصلية، لأ دي أصلية، دي حاجات عملات زمان القديمة كانت كده. فدي حالتها مو الزيرو بقى، هي دي حالتها أقل من المتوسطة. فدي برضو هتعمل إيه؟ 90 جنيه. دي تعمل 90 جنيه بنفس الحالة اللي هي في إيديا دي، بتعمل 90 جنيه. 90 جنيه نفس الحالة اللي في إيديا. يعني لو معاك واحدة شبهها بالظبط كده ونفس الحالة اللي قدامك بتعمل 90 جنيه. 90 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه. يعني ايه الحالة الزيرو؟ يعني اللي ما اتلمستش بتعمل 250 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه. 250 جنيه. اما بنفس الحالة اللي قدامك بتعمل 90 جنيه. حالة متوسطة هتعمل لها 100 جنيه، 110، 120، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده. نيجي على الورقة التالتة اللي معانا، ودي طبعا البنك الأهلي، ودي أغلاهم. دي أغلاهم ليه؟ لأن دي البنك الأهلي المصري. دي البنك الأهلي المصري. ودايما حاجة البنك الأهلي المصري، دايما عمولات البنك الأهلي المصري أغلى من عمولات البنك المركزي. ليه؟ لأن طبعا عمولات البنك الأهلي أقدم من عمولات البنك المركزي. عمولات البنك المركزي صدرت في الستينات، من أوائل الستينات إلى الآن. وعمولات البنك الأهلي دي صدرت من 1899 لغاية أوائل الستينات، أواخر الخمسينات يعني وأوائل الستينات. ده البنك الأهلي. فدايما عملة البنك الأهلي، عشان تبقى عندك علم وعندك فكرة، عملة البنك الأهلي بتبقى دايما أغلى من عملة البنك المركزي. نيجي على الورقة اللي قدامنا، أدي شكلها وأدي الإيه، الظهر بتاعها. أدي الظهر بتاعها. وطبعا الحالة برضو إيه، أقل من المتوسطة، أقل من المتوسطة. فدي هتعمل بنفس الحالة اللي قدامك، هتعمل 120 جنيه. 120 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 300 جنيه. 300 جنيه للحالة الزيرو. الحالة الأنصر الزيرو بتعمل 300 جنيه. 300 جنيه. أما بالحالة اللي قدامك تعمل 120 جنيه. والحالة المتوسطة بتعمل 150 جنيه. والحالة اللي قدامك بتعمل 120 جنيه. يبقى احنا كده عرفنا ايه الأسعار. دي قلنا تعمل 120 جنيه، دي تعمل 70 جنيه، دي هتعمل 90 جنيه. دي الحالة الزيرو منها بتعمل 300 جنيه. دي الحالة الزيرو منها بتعمل 250 جنيه. دي الحالة الزيرو منها بتعمل 150 جنيه. والأسعار هنا اللي أنا بقولك عليها دي الأسعار الحقيقية في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده. متنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان نجيب لك كل جديد دايما في أسعار العملات المصرية القديمة. أماكن البيع والشراء طبعا هي جروبات الفيسبوك، ده رقم واحد. الأسواق متواجدة في المحافظات، لكن أفضل مكان تقدر تبيع من عليه العملة القديمة بتاعتك هو جروبات الفيسبوك. ده أفضل مكان تقدر تبيع من عليه العملة القديمة بتاعتك، هي جروبات الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله.